ليه اول خطأ تحكيمي ملموس يجي عليا انا؟ هدف عكسي، ولكن ده ما يمنعش الاداء العالمي اللي عمله محمد هاني. انا عارف انكم بتحبوا الارقام والاحصائيات، تعال اديك رقمين كده عشان اثبت لك قد ايه ان هو عمل مباراه عالميه. احصائيات دوكو ان كل مباراه بيقدر يعمل 2.8 مراوغه، يعني تقريبا 3 في كل جيم. فين؟ في الدوري الانجليزي، في اعلى واكبر دوريات العالم. طيب قدام هاني عمل كام مراوغه صحيحه؟ عمل واحده. طيب من اصل كام؟ حاول يراوغ محمد هاني 6 مرات، نجح انه يقطع 5 ويراوغ واحده صحيحه. تاني احصائيه لمحمد هاني معايا انه قدر يعمل دقه تمرين ناجحه 78%، 25 تمريره ناجحه من اصل 32. وقبل ما ابدا الخص المباراه، حابب اقول شابوه عاش جدا جدا لاداء المنتخب. اول مره اشوف المنتخب المصري بيهاجم لمده 90 دقيقه وقدام فريق كبير عالمي. انا متعود اخر 5 6 سنين او اكتر بشوف المنتخب بيعمل كرة حلوه 10 15 دقيقه، شكرا بيرجع يدافع، او لمده مثلا شوط. اعلى حاجه يقدر يعملها شوط وبعد كده خلاص بقى بنرجع ندافع، بالاخص ان احنا كمان جبنا هدف. فخلاص بقى جبنا هدف ونرجع ندافع، لكن لا، انا لاخر دقيقه، للدقيقه 90 حاجه و90 واحنا بنهاجم وبنحاول نسدد. حقيقي شابوه وبرافو وعاش. ولسه بنقول بسم الله وعمك دي بروين وقع قلبي في الدقيقه 6 قذيفه من خارج ال 18 جنب العارضه. الحمد لله. ابننا امام يسكت؟ لا، رد بقذيفه احسن منها في الدقيقه 19، مدفع من بره ال 18 في قلب مرمى كورتوا، ما شافهاش. في الدقيقه 33 زيكو الحصان الاسود بتاعنا اللي جاي يفاجئنا على راي الشوالي هيجيب هدف، فضل وراه الشوط الاول هيجيب هدف، انا شايف ان هو هيجيب. في الدقيقه 33 عمل تسديده روعه، لكن للاسف كورتوا في طراطيف صعب. وعن فكاهه وهزار ومرح الشوالي، في الدقيقه 41 دي بروين استلم كوره، فبقول لك ودي بروين ايه ده؟ دي بروين انا افتكرته خرج، اصل انا مش متعود عليه في ماتشات بلجيكا انه يبقى مختفي كده. شفت انت، شفت احنا كنا ضاغطين فين لدرجه ايه؟ في الدقيقه 41 بيقول لك ايه ده؟ انا افتكرته خرج اصلا ما بيلمسش الكوره. دوكو برضه عمال يحرجم، والكوره من تماس لعبها بدماغه، لكن الحمد لله سطرت وعدت. وعمر مرموش ما حبش يقفل الشوط الاول قبل ما يفوقنا معاه، كنا بدانا ننام. من على الطرف مكان ما بيحب عمل الانطلاقه بتاعته الجميله بغلطه من المدافع ودخل عدى، بس شاطها في الضيقه طبعا في قلب الحارس، خرجت. عملنا بعدها ركنيتين، واحده من الشمال واحده من اليمين، او ايا كان بقى تحسبها منين، احلى من بعض بهدفين. يعني احنا بنتكلم في 3 اهداف في اخر دقيقه في الشوط الاول. الشوط الثاني ولسه بنقول بسم الله، في الدقيقه 47 الشباب بتهزر وبيتعزموا الكره على بعض وبيشوطوها في بعض وضاعت. مشي اللعب شويه، في الدقيقه 52 فاول ضربه حره بره ال 18 لعم دي بروين، ودي بروين بعت قذيفه من القذايف بتاعته في العارضه. الحمد لله ان هي جت في العارضه، بس شابوه جدا لشوبير متحرك معاها. يعني لا قدر الله لو كانت رايحه على المرمى كان قدر يطلعها باذن الله. ما تفهمش ايه اللينك او الكونكت اللي بين امام ودي بروين. دي بروين يعمل شوطه روعه، يعمل هجمه حلوه، لازم امام يرد بعدها باقل من دقيقتين يا دوبك رحنا. برضه امام راح رايح شوطه ولا اروع تاني، لكن للاسف برضه ما تخشش. الناس اللي بتقول ان مرموش بيلعب مع الطرف الشمال بس، لا يا حبيبي بيلعب كمان على الطرف اليمين. في الدقيقه 59 بعد اقل من 4 5 دقائق من امام عاشور من التسديده بتاعته، ساب 2 مدافعين في ظهره وانطلق وراح. انا قلت هدف، خلاص هدف. المدافع اداله واحده وقع وضيعها بره، واحده بس ما تتحسبش فاول ولا تتحسب ضربه جزاء ولا حاجه. بس الانطلاقه بتاعته دي انا عارفها، انا عارف الانطلاقه دي، انا عارف الانطلاقه دي هي بتروح، بس للاسف. دقيقتين بالظبط دي بروين بيرفع ركنيه، كره خبطت يمين شمال طلعت على الطاير، الولد شاطها قذيفه، مش فاهم في ايه شغالين قذايف علينا كده ليه، بس الحمد لله خارج ال3 خشبات. ما كملناش كام ثانيه شوبير يتالق لتاني مره من امام دي بروين، يعني في حضن شوبير. الحمد لله انه كان فايق وعمل جيم حلو قوي. في اقل من 3 دقائق ابننا مرموش يرد، تقريبا كان مطبق على الهدف بتاع فينيسيوس قدام المغرب لما قطم كده من على اليمين 1 2 وحطها ارتو، نفس الحركه، لكن هو قطم واحد قدام 1 و2 و3 مدافعين، بس قطم لبره قوي وعملها حلوه ممتازه، لكن للاسف في رجل المدافعه طلعت، كانت رايحه. شفت احنا وصلنا للدقيقه 64 65، شفت انا كام مره قلت مصر وصلت سددت، كانت هتجيب، كانت هتسدد. شفت عمرك شفت المنتخب بيلعب كده؟ عمرك شفت المنتخب بيلعب لحد الدقيقه 65 بالمنظر ده؟
اوكي انا كنت عارف ان اللياقه او البدني بتاعنا هتقع، انا عارف ده. شفت الشوط الاول كميه اندفاع وضغط بيرفكت ممتاز، لكن انا متاكد ان الشوط الثاني البدني هيقع، وده اللي حصل. وكان في دويتو حلو قوي بين صلاح ومرموش. صلاح يحاول بيحارب على الكوره يبعت له الاسيست، مرموش ينطلق بانطلاقاته اللذيذه. بجد دويتو حلو، الدويتو ده لازم يكمل بس بفينش. يعني صلاح بيعمل الاسيست، يعدي واحد اتنين يرمي اسيست ممتاز لمرموش، مرموش يستلم الكوره يخش يندفع يعدي واحد اتنين هيجيبها. محتاج بس الفينش. والله المباراه دي يعني لو قلنا رايح جاي تخلص 2-0. لو قلنا مثلا ضيع لي الخطير من هنا وضيع لي الخطير من هنا، مصر هتكسب 2-0 مرتاح. يا عم 2-1. فعلا ضيعنا كتير قوي. والقاعده الذهبيه اللي انا قلت لك عليها اكتر من مره في كل مباريات العرب، تقريبا احنا ماشيين بالقاعده الذهبيه. هتضيع تستقبل. انا بقى العكس، مصر هي اللي ضيعت استقبلت. دقيقه 65 عمو لوكاكو نازل تقريبا مصلي العشاء والسنه والشفع والوتر، فاهم؟ كان نازل قايل تسبيحاته كلها، مخلص فروده. نزل ما كملش 5 6 ثواني 7 ثواني قوي، يعني هو من وقت ما صفر الحكم ما كملش 4 5 ثواني بالظبط هدف. اوكي هو عكسي بس هو يحسب له، هو ما هو اللي دخل في وسط الثلاثه، هو اللي ضغط على الاثنين المدافعين، منهم هاني اللي خبطت في رجله. دخل بالك وهاني ما شاطهاش، يعني هي في رجل هاني ودخلت. يعني أنا مش فاهم، مصلي مسبح ما تفهمش عمل إيه لوكاكو ده. 1-1 مبروك النقطة. ايه ده انت خلصت؟ خلاص دي في دقيقة 66 لسه في جيم كامل. لا خلاص انا الجيم بالنسبة لي خلص هنا. يعني انا كنت قاعد ماسك ورقة وقلم بكتب السكريبت بتاع المباراة ومتحمس جدا انا منتظر الهدف الثاني، وبعد الثاني منتظر الثالث. وخلي بالك مش مفاجأة ولا حاجة، احنا مصر غلبت بلجيكا اكتر ما هي غلبتنا وبسكور، يعني فاهم؟ اخر حاجة ملاعبينها كسبنا 2-1 بكل نجومها. ف طيب بعد الهدف كده خلاص انا سبت الورقه والقلم، ما بقتش اكتب حاجه، ما بقتش اكتب اللقطات المهمه اللي انا عايز اضيفها، وخلاص انا بالنسبه لي الجيم كان خلص. شكرا. قبل ما اقفل الحلقه في لقطتين عجبوني قوي، حابب يعني اشيد بيهم يعني. اللقطه الاولى، اللقطه لمحمد صلاح. يعني حسام حسن عمل الحركه دي حركه جريئه وعاش وبرافو جدا عليها، ان هو قدر يسحب محمد صلاح. الكوتش الكابيتانو الناس طبعا ازاي طلع صلاح، خلاص هو الراجل تعب، الراجل ايا كان بقى ايه اللي حصل، بس عاش جدا حركه جريئه. ونزل مكانه حمزه عبد الكريم، دي لفته حلوه قوي عجبتني. جيل بيسلم جيل، وحمزه عبد الكريم فاجئني، ما كانش كان مخضوض شويه، كان مش عارف ايه، بس حاول وتلاحم وحاول يراوغ مره واثنين وثلاثه. عجبني حمزه، محتاج بس شويه ثقه. ولد صغير يا جدعان، لسه بدري عليه، ولد صغير حلو 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 ده قوي. خليه نكمل على كده، ننزله اخر 10 دقائق 15 دقيقه ياخد الجراءه وينزل. معلش احنا بنشوف الاولاد الصغيرين 17 18 سنه، شفت لاعب المغرب 18 سنه اللهم بارك عمل جيم عالمي. معلش بس كلمه اخيره محشوره هنا اقولها قبل ما اقفل. معلش، ليه اول خطا تحكيمي ملموس يجي عليا انا بالنسبه للاستاذ اللي حضن زيزو ونام بيه على الارض ده؟ فين يا نجم؟ يلا عايزين نكسب، نفسي اكسر العقده اللعنه بتاعتي. رابع 5 مشاركه ليا في كاس العالم، عايز اكسر اللعنه دي. لا وايه، كنت هكسرها على فريق كبير، فريق اوروبي، بلجيكا، باسماء كبيره وبجيم عالمي، وبلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني مش هكسب حظ، مش هكسب بالغلط، مش هكسب هجمتين حلوين، لا هكسب بجيم سكواد، جيم كامل عملته. عموما انا كده خلصت. مبروك لكل الفرق العربيه اللي هي كلها 1-1-1-1، انا مش فاهم في ايه، متعاقدين على نقطه تقريبا. مبروك. عملنا جيم حلو. كل المنتخبات العربيه عملت جيم حلو، حتى اللي ما عملش جيم حلو خد نقطه. مبروك للجميع الا العاق. وان شاء الله نكمل على نفس المستوى واحسن كمان، ونعدي المجموعات ونوصل لحته بعيده في كاس العالم. وما تنساش تشترك وتعمل لي فولو عشان الخص لك اهم المباريات في كاس العالم.